الغارة الإسرائيلية على الدوحة جاءت كصفعة قوية لأنظمة الشرق الأوسط لتكشف هشاشة المظلات الأمنية التي ظلت لعقود تقدم نفسها كضمانة لحماية الاستقرار في المنطقة. هذا الحدث لم يكن مجرد خرق لسيادة دولة خليجية، بل مؤشر على أن مشروع إسرائيل الكبرى لم يعد مجرد شعار إيديولوجي، بل تحول إلى واقع سياسي وعسكري يفرض نفسه على حساب جيرانها العرب. المفارقة أن دول الخليج التي راهنت طويلا على وجود القواعد العسكرية الأمريكية كاف لردع أي خطر، استيقظت فجأة على حقيقة مرة: تلك القواعد وجدت أساسا لحماية المصالح الاستراتيجية والاقتصادية لواشنطن، وليست موجهة لحماية أمن الدول المضيفة إذا كان مصدر التهديد هو الحليف الصهيوني. المأساة لم تتوقف عند حدود العجز الأمريكي عن التدخل، بل ظهرت في صورة أشد خطورة عندما كشف رئيس الوزراء القطري أن الدفاعات الجوية الوطنية لم تتمكن حتى من رصد الصواريخ الإسرائيلية. هذا العجز الفادح فتح الباب واسعا أمام التساؤلات، خصوصا بعدما كشفه خبراء أمنيون عن أن المنظومات الدفاعية التي سوقتها الولايات المتحدة الأمريكية لدول الخليج تحتوي على مفاتيح تشفير تسمح بتعطيلها عن بعد. وبذلك يصبح السيناريو الأكثر ترجيحا أن واشنطن عطلت تلك الأنظمة لحظة إخطارها من قبل إسرائيل بقرار ضرب القيادة الفلسطينية، في مشهد يختصر التبعية الكاملة في أبشع صورها. المعضلة الحقيقية تكمن في أن كل دولة تقتني السلاح الأمريكي تصبح خاضعة تلقائيا لشبكة معقدة من الرقابة والتحكم التقني، فواشنطن لا تسمح ببيع أي منظومة عسكرية دون توقيع اتفاقية مبيعات الأسلحة الأمريكية المعروفة بفورين ميليتري سيلز، التي تدار عبر برنامجين رئيسيين: المبيعات الحكومية المباشرة أو المبيعات التجارية التي تمر عبر شركات السلاح العملاقة، لكن بموافقة وزارة الخارجية الأمريكية. وعلى الورق تبدو هذه الآلية مجرد إجراء تنظيمي، أما على أرض الواقع فهي أداة سياسية تتيح للولايات المتحدة أن تتحكم في جيوش المنطقة عن بعد، وتحدد متى وكيف ولماذا يستخدم السلاح. أخطر ما في هذه الاتفاقيات هو بند الاستخدام والرقابة، الذي يحظر على الدول المستوردة استخدام السلاح خارج الأهداف التي توافق عليها واشنطن. هذا البند يمنح الولايات المتحدة الحق في التفتيش الدوري ومراقبة مسار الصفقات للتأكد من عدم توجيه الأسلحة ضد حلفائها أو توظيفها في نزاعات إقليمية لا تخدم مصالحها. وبذلك تفقد الدول المشترية عنصر السيادة على ترسانتها العسكرية، إذ يتحول السلاح إلى أداة ضغط جاهزة يمكن تعطيلها أو منع وصول الذخيرة وقطع الغيار إليها في أي لحظة، كما حدث مع باكستان عندما أوقفت أمريكا تسليم أجزاء من طائرات الF-16. الخطر لا يتوقف عند حدود الاستخدام فقط، بل يتسع ليشمل تقييد التصنيع المحلي ومنع نقل التكنولوجيا المتقدمة. وحتى عندما تسمح واشنطن ببرامج إنتاج مشترك، فإنها تحرص على أن تظل خطوط الإمداد الأساسية تحت سيطرتها المباشرة، وبذلك تبقي الدول العربية في حالة تبعية دائمة، عاجزة عن تطوير صناعات عسكرية وطنية مستقلة، ومضطرة للعودة إلى السوق الأمريكي مع كل تحديث أو تطوير أو حتى إصلاح. الأدهى من ذلك أن صفقات السلاح مع أمريكا غالبا ما تكون محاطة بشروط سياسية غير معلنة،
تبدأ من التنسيق الاستخباراتي وتنتهي بالالتزامات الإقليمية التي قد تفرض على الدولة المستوردة، فتجد نفسها مجبرة على تبني مواقف تخدم الاستراتيجية الأمريكية، وبذلك تتحول صفقات السلاح إلى أوراق ضغط دبلوماسي وأمني أكثر منها عقود بيع وشراء. وهنا لابد أن ننوه بسياسة التسليح الجزائرية التي أحسنت الاختيار في التزود أساسا من روسيا. فالصفقات الروسية تمتاز بالتزويد بنظام الأوبن سورس، أي أن الجزائر تتحكم كليا في المنظومات جد متطورة التي اقتنتها لحد الآن، ولا يحق لروسيا مراقبتها أو تفتيشها مع ضمان التزود بقطع الغيار في حينها، كما يمكن للجزائر تطويرها بإمكانياتها الوطنية لتتلائم وحاجياتها الأمنية. الغارة على الدوحة لم تكن مجرد هجوم عسكري، بل جرس إنذار يدق في عواصم المنطقة ليذكر الجميع بأن الاعتماد على الخارج مهما كانت قوته لن يعفي من مواجهة الحقيقة الصادمة. الأمن لا يشترى بالمال ولا يستورد مع صفقات السلاح، وإنما يبنى على استقلال القرار الوطني وعلى امتلاك منظومات دفاعية حقيقية غير مرهونة بمفاتيح تحكم موجودة في واشنطن أو تل أبيب. إلى اللقاء.